اليوم غادي تكتشفوا معايا الدرجه ديال السكيزوفرينيا اللي ولينا كنعيشوا فيها. صحاب لكم حنا البشر طبيعيين ما عاديينش، حنا مزاجينش. هاد الدليل. عندي تانية بكالوريا. كنقرا في مؤسسة ثانوية المربوح الإعدادية اللي كتواجد بالضبط في نواحي قلعة سراغنة. المهم أنا مشكل عندي مع مدير المؤسسة اللي أنا كنت لبست النقاب داك العام، وهو مني رفض قال لي لا ما تقرايش عندي بالنقاب. كنت انقطعت لمدة شهر. عرفتي شنو هو المشكل ديال المدير؟ صاحبي بات عنده شي مشكل، ما الله المستعان. بتشوش ليه على التلاميذ، بتخرج ليه على المؤسسه، بتخرب المؤسسه. المشكل ديال المدير ان هاد الاخت الكريمه لابسه النقاب، هما اربعه الاخوات ربما، لابسه النقاب ملتزمه بالدين ديالها، داخله سوق راسها. كون كانت هاد الاخت متبرجه لابسه المزير ميني جيب شورت سدير عريان، كل مدير بخير فرحان. فهمتي؟ ما عندوش المشكل، تيخضر عويناتو صباح وعشيه. أم؟ كاين بزاف ديال الامثله بحال هكا، محطوطين في مؤسسه كيعتبر هذيك المؤسسه ديالو في الملكيه الخاصه ديالو. دابا هذه مؤسسه راه عامه ديال الدوله، وحنا في دوله مسلمه. هاد المدير هذا حط قوانين ما عرفتش، والله ما فهمت. عجيب. وكما كتعرفوا يعني اولى بكالوريا هي سنه اشهاديه، كان عندي الجهوي وانقطعت يعني في الفتره الاخيره اللي كانت خاصني انا نكون يعني كنستعد للجهوي. يعني انقطعت بدون تفكير حيت انا يعني فضلت يعني النقاب على انني نحيده. هذا ما كان يعني فاش انا صافي الاساس بقاو تيقولوا لي رجعي رجعي باش غنلقاو يعني حل، ولكن ما كانش حل. يعني كان غير مؤقت داك الشيء، يعني بقى شاد معايا الضد وقال لي لا ما غادي. فين هو الحل؟ تعتقد يديروا لك الحل؟ دابا المؤسسه تتكون بها حارسه عامه، ياك كتكون في المؤسسه حارسه عامه. شنو الدور ديال هاد الحارسه عامه؟ ما تشوفش هاد البنت هادي تدخل على واحد الاداره، طالع عليها، تعرف شكون اللي داير هذاك النقاب. من بعد راه ما تبقاش تقول لها حيدي النقاب، من عينيها غادي تعرفها. راه حنا بعض المرات بنادم من المشيه ديالو كنعرفوه. شوف راه حنا شي امور تنشوفوها في السماء، كنقراوها في السماء قابزي ما يديرهاش فينا بينا بنادم. ولكن تنجيو حتى الامور الدين كنحصلوا مجلجين مكلخين ما فاهمين والو. امور الدين صافي، وما عرفناش هاد البنت هادي كي دايره وتدخل مؤسسه عندها قوانين خاصه. تي الله يهديكم، الله يهديكم. تقراي بيه. صافي يعني رجعت يعني بحال غير بزز كندخل بزز فيما كان نكون داخله هكا مع الباب تيوقفني يعني كاستثناء زعما من وقفي، وقفي عند حدك. علاش تلتزميش بدين ديالك؟ تعراي واجي دخلي مرحبا بك. المشكل اللي عند المدير ان هاد الاخوات، دابا هاد الاخوات واش نعسوا فاقور شق ليهم قالوا راه نلبس النقاب؟ كون كان عندهم شي غايه اخرى من النقاب كون حيدوه. اقول لهم المدير ممنوع، المؤسسه تقول لهم ممنوع، يحيدوا النقاب. عندهم غايه في حاجه اخرى، هما باقيين متمسكين بالنقاب ما باوش يتنازلوا. علاش؟ حيت الاخت ادركت ما معنى النقاب، بغات تلتزم بالدين ديالها، بغات تقرب من المولى عز وجل. علاش تمنعها؟ علاش تمنعها؟ علاش؟ سؤال خصو جواب. علاش تمنعها انها تعبد الله سبحانه وتعالى؟ ياك انت حر كدير اللي عجبك. علاش واحد الانسان باغي غير يدخل سوق راسو ما كتخليوش يدخل سوق راسو؟ البنت دابا هادي كون كان خارجه الشارع مزيان صفقوا ليها. كون دابا هاد الاخت متبرجه وخرجت كتقول المؤسسه تعرضت للتحرش ولا المدير كذا ومنعني نخرج نلبس هاد اللباس، قال لي محيدي هاد التيشيرت هذا مزير عليك. كون لقيتي النسويات والجمعيات كلشي كيهضروا عليها، كلشي كيدافع عليها. ولكن دابا حيت منقابه الاخت، حيت كتمثل الدين، فهمتي؟ لا هذا اللباس داخلي علينا، حيدي هذاك اللباس، تراي تراي ودخلي مرحبا بك ولا سيري في عادتك. دون التلاميذ كاملين تيقول لي انت هادي غادي تمشي عند المدير الاقليمي، غادي تمشي عند يعني واي شخص هو كيصيفطني عنده ديجا كيكون تواصل معاه من قبل وتيقول ليه يعني منعهم هكا. انا حيت مني مشيت قال لي لا هاد اللباس الايراني ما بغاش سمعت؟ الدوله. ولا لباس قال لي ايراني. هاد اللباس الايراني ما بغاش هم؟ الدوله يعني. قال عجيب. لي ما عنده فين غادي بيك، اشنو بدل فيك، اشنو دار لك يعني لشي هضره. واش شفتوا السكيزوفرينيا اللي ولينا دابا كنعيشوا فيها؟ هم؟ درجه على درجه ديال السكيزوفرينيا. اي مؤخرا هذيك البنت بطنجة عراو هاد الدراري الصغار تكرفصوا عليها، النسويات كلشي تيطالب العالم خرج، خصهم يتعاقبوا كذا وهي حرة، وحنا في دولة ديمقراطية ونندد بالحرية. ها؟ ودابا هادي لا، لباس افغاني، هذا لباس ايراني، هذا لباس داخل علينا ولا لباس داخلي. التبرج هو اللباس ديالنا حنا المسلمين، هو اللباس ديال المغاربة، لكن هذا دخيل على المسلمين. الله المستعان.
والله الا عجيب عجيب. دابا هذا المدير هذا ما كاين اللي حاسبه اللي راقبه. عليك من الله ما تستحق. أعد لي السؤال جوابا يوم القيامة شوف باش تجاوب. اللي ماشي ديال انسان واعي بطبيعه الحال ولا قاري ولا فاهم الدين، لا لا، ما بقناش مع صدامات الحمد لله. يعني حنا بشهاده الجميع. بعداش قال لها علاش داير لك هذا النقاب؟ اش عاطيك كاع ما انت تنقبتي كاع زعما اش فين وصلتي كاع تدخلي الجنة. دابا هذا مدير هذا ديال مؤسسة تيقول هاد الهضرة هادي. مدير مؤسسة نظام تعليمي حاطين واحد هو اللي كيجيري ديك المؤسسة. يعني معترفين انه حسن السلوك وحسن يعني التربيه، وما عمرنا زعما تطاولنا على شي استاذ لا خارج المؤسسه لا لداخلها، والحمد لله يعني ما لقيناش مشكل. ما عمر والله هاد الامور هادي بحال هكا كتحز في القلب. كتسمع شي امور بحال هكا كتصدم. واش حنا عايشين في سكيزوفرينيا؟ والله ما فاهم. فاهمش دابا حنا دوله ياك دوله مسلمه، علاش دابا كاين هادشي؟ راه خصكم تعرفوا هذا المثال هذا راه مثال بسيط. بزاف ديال الامثله بزاف ديال المؤسسات فيهم مدير هكا تا هو عنده هذا المرض هذا. عدوه انت تلتزم بالدين ديالك، ما تلتزمش بالدين ديالك صافي تبرجي تعراي ما عندوش المشكل، ديري اللي بيتي غير ما تلتزميش بالدين ديالك. كاينين امثله كثيره وكيوصلوني رسائل بزاف الاخوات مسكينه تقول لك صافي بغيت نتوقف من الدراسه، راه عييت ما نقلب المؤسسه اللي كنمشي لها كيقول لي النقاب ممنوع. وانا كنقول اي اخت ما تحيديش النقاب بقاي ثابته. عمرنا زعما يعني قللنا الادب على شي واحد راه ها هو مثال بطبيعة ولكم الحال. مثال اخر من يعني بوسكوره كانوا يعني ما والامثله قاريينش وما كثيره. عارفينش. هادو يلا مصورين هاد الايام هادو باخوات مشاو عيطوا لهاد القنوات الصحفيه بادروا باش يتكلموا معاهم يعاودوا المشكل ديالهم. اما لا جات كل اخت دير هكا يوميا يوميا تلقاو شي مؤسسه حداك بضرب. سيطروا لي على دماغه، قال لي هاي واحده اخرى فعلا واحده اخرى يعني كاينه في قريت بوسكوره فين هي؟ بالخرقه. قلت له التربيه الامر نعاود نقاطع. لا اله الا الله. ندير باكور مثلا، لا الاساتذه تقريبا كاملين ما لاقيش معاهم. فجينا اول مره قالوا لنا النقاب ممنوع منعا باتا. وثاني مره كنحلف عليه قال لي والله لا دخلتي بهاد النقاب زعما ما تدخليش بتاتا كاع. صافي وخلينا الامور على الله. قلت فيها خير ابتلاء من عند سيدي ربي وحنا صابرين دابا غنشوفوا واش غيطرا. علاش كتمنعي انت حاليا من الدراسه بسبب اللباس؟ يعني لبستيش هذا اللباس لبستي حيدي النقاب كما اي وحده انها اختارت انها تعرى اختارت انني نستر. كما اي وحده اختارت تعري وجهها انا اختاريت نغطيه. يعني هذه كتبقى حريه شخصيه. والمشكل دابا كتلقى المدير ماشي تيجي تيقول لك ابنتي راه المؤسسه عندها قانون وكذا، كيبدا يستفزك فهمتي كيستفزك اش داك اللباس لا اش ديك الحاله ديال فاسك. علاش كيدير هذا؟ هذاك انسان جاهل في اعلى درجات الجهل. فرساله انا بغيت نوجهها لاي اخت ملتزمه انتقبت، ولكن قبل من الرساله عارف غادي تطرح واحد السؤال حتى نعرف بزاف ديال التعليقات يكتبوا الناس ينتقدوا يقول لك مزيان المدير سي الله يحشرك معاه. من ماضي المدير كاين الله يحشرك معاه مزيانه لك هذه وسير تنفع به يوم القيامه داك المدير. النقاب خصكم تعرفوا واحد القضيه في العصر ديالنا ولا واجب. ديروا هذه في بالكم. العلماء احنف والشافعيه والمالكيه تيقولوا انه في الزمان ديالنا في العصر ديالنا اللي كثرت فيه الفتن ولا واجب النقاب. مزيانه لكم هذه. فاي اخت انتقبت راه يا اما لبساتو حيت واجب بغات تقرب به الى الله سبحانه وتعالى، يا اما بغات تفضل به بغات تقرب به الى الله سبحانه وتعالى يكون واجب ولا ماشي واجب. فهنيئا لا. واي اخت انتقبت اقول لا اثبتي. انت خصك تعرفي انك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اختارك بين بزاف ديال البنات وانتقبتي وخليتي التبرج وخليتي الجاهليه. راه اجمل حاجه شنو هي؟ البنت صاحب تخرج ترفع دير الريحه تلبس مزير. حتى حنا واش كرهنا؟ حتى حنا نرجعوا للجاهليه ونتصاحبوا حتى حنا ونديروا الروينه ونرجعوا لك الزمن اللي كنا فيه. ولكن الحمد لله ملي سلكنا الطريق لقينا فيه الخير بزاف. علاش؟ نفعنا في صحتنا نفعنا بزاف الامور تيقربنا من المولى عز وجل ربي تيحبنا وراضي علينا. فاي اخت اقول لك انت اصطفاء من الله اثباتي. وياك تغرك الكلام ديال هاد المعتوهين. بقاي ثابته على نقابك صافي لبسي النقاب ديالك ما تنازليش عليه ولو تضطر انك تخلي الدراسه ديالك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربي سبحانه وتعالى غادي يعوضك بما خير منه.
الله المستعان. هادشي دابا اللي وصلنا ليه، ولينا عايشين في واحد السكيزوفرينيا. الناس خرج الطالب حيت وحده متبرجه تعرضوا لها براش وكذا، ودابا ها هما اخوات بغاو يلتزموا بالدين ديالهم، المدير قال لك لا ما تلبسيش هذاك اللباس. فناش اش بغا هذا المدير هذا. الله يصلح الاحوال. السلام عليكم.